السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم أجمعين. أهلا بكل متابعيني وأهلا وسهلا بالناس الجديدة اللي انضمت لقناتي وشرفتنا وكترتنا. إن شاء الله النهاردة هنعمل فيديو حلو جدا جدا من الفيديوهات المحببة لقلبي شخصيا، ومن الحاجات اللي بحب أعملها، ومن الفيديوهات اللي دايما بحس إنها ناجحة معايا، حتى لو ما كانش التفاعل قد كده على الفيديو على القناة، لكن أنا ببقى حاسة إن أنا عاملة حاجة كويسة. اللي اول مره يشوفني انا سمية من مطبخ مصر، يشرفني جدا اشتراككم في القناه. يا ريت كمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد هنقدمه. ويا ريت كمان تعملوا لنا لايك للفيديو، يبقى كرم اخلاق منكم كمان لو عملتوا لنا كومنت حلو كده تحت الفيديو. هنعمل الكماج النهارده الفلاحي الجميل اللي احنا شايفينه ده بطريقه سهله وبسيطه. لازم ينجح معاكي، لازم يكون منتفخ معاكي، بس تابعي معايا الخطوات. بعد الصلاه والسلام على رسول الله هنبدا الفيديو. في الاول كده انا عندي كميه من اللبن القاطع او من شرش اللبن، او لو عامله زبده وطلعتي اللبن وفصلتيه عن الزبده، هو ده اللي انا هستخدمه النهارده. مفيش كل الكلام ده، يبقى عندك لبن حليب او عندك لبن زبادي. عندي كيلو ونص من الدقيق، ويا ريت يكون دقيق مخبوزات. هبدأ احط عليه كده معلقتين من السكر، وهحط معلقة من الملح، وهحط معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقتين من السمسم. كل المكونات دي انا هسيبها لكم في صندوق الوصف علشان ترجعوا لها تاني. وهحط كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. عندي 3/4 كوباية من السمنة زي ما احنا شايفين كده، ما كملناش الكوباية، ممكن يبقى النص سمنة والربع زبدة. فانا حطيت فعلا ميكس من السمنة والزبدة مع بعض. علشان يعني العيش ينتفخ معاكي لازم كمية الزبدة او السمنة ما تكونش كتير. بعد كده حطيت اللبن اللي معايا ده حوالي كوبايتين. يا ريت يكون ما تلخبطناش في المكونات. احنا حطينا كيلو ونص من الدقيق، حطينا عليهم معلقه خميره، وحطينا معلقه صغيره ملح، معلقتين سكر، وحطينا 3/4 كوبايه سمنه على زبده، وحطينا كمان حوالي كوبايتين من شرش اللبن او من اللبن القاطع او من اللبن الحليب او ميه ولبن. تمام كده. هنبدأ نحط العجان بقى كده يشتغل معانا. طبعا السمسم اختياري يا جماعة، ولو حابين تحطوا معلقة لبن بودر برضو اختياري. الحاجات دي تبع راحتكم، برضو انا هكتبها لكم في صندوق الوصف. هبدأ بقى اضيف شوية بشوية كده من شرش اللبن اللي لسه باقي عندي، لغاية ما العجينة تتكون معايا. انا عايزة العجينة طرية بس مفيش فيها تلزيق. هسيبها تتعجن كده براحتها خالص. يعني مش هعلي العجان، بس هسيبها تاخد وقتها في العجينة علشان العجينة تبقى كويسة معايا. طبعا احنا دلوقتي الجو شتاء، فلازم اللبن او الشرش اللي انت هتحطيه ده او اللبن الحليب تكوني مدفياه نوعا ما عشان العجينة الخميرة تشتغل فيها بسرعة. بعد كده بقى حسيتي ان الخميرة خلاص اشتغلت كده والعجينة انتفخت معاكي، ويعني الحجم بتاعها تضاعف، بتبدأي بقى تشيلي الغطا بتاعها وتبدأي تحطيها على المفرش وتقطعيها. هنعمل ايه بقى في التقطيع علشان نحافظ على خمر العجينة؟ طبعا في الشتاء الخمر ما بيكونش بالسهل كده زي في الصيف. هتقطعي بالراحة كده، وما تلفيش العجينة قوي معاكي عشان تفضل الخمر بتاعها فيها. انا ما اسيبش العجينه طبعا تاخد الخمر بتاعها كاملا وهي لسه عجينه. يعني اول ما تحسي ان العجينه تضعفت بس مش قوي، تبداي ان انت تقطعي فيها على طول، يعني نص خميره كده زي ما بيقولوا. نبدا نقطعها. بعد كده الصينيه تكون مرشوشه برشه صغيره كده من الدقيق، وبعدين اللي تقطعيه تحطيه على الصينيه مباشر. احنا كيلو ونص معانا هيعملوا حوالي 55 رغيف او 55 واحده من الكمية. خلصت كل الكمية بتاعتي كده، هبدأ بقى ان انا اجيب قماشة تكون نظيفة مخصصاها للعجين، وهبدأ اغطي بيها العجين. هسيبه يرتاح في المرحلة دي برضو حوالي ربع ساعة بالكتير. وبعد كده بقى رشة من الدقيق، وهبدأ اجيب واحدة بواحدة كده وافرد فيها. المفروض ان انا اجيب اللي انا حطاها في الاول على الصينيه، هبدا ان انا افردها كده. العجينه عامه انا حاسه ان هي لسه مرتاحتش معايا، فهسيبها كمان 5 وهرجع اجيب من تاني وارجع افردها من تاني. تمام. فردتها بعد 5. اخدت معايا الشكل اللي احنا شايفينه ده، وبقت سهلة معايا كده في الفرد. زي ما احنا شايفين في فرق، لما العجينة بترتاح بتبقى سهلة معاكي جدا في الفرد. بترشي رشة من الدقيق عشان ما تلزقش معاكي، وبعد كده بتعمليها بالنشابة كده، تاخد فردة بسيطة وتعمليها بقى سواء مدورة او الشكل البيضاوي شوية ده، زي ما انت تحبي تعمليه. هتفردي كده بكل
يعني القطع اللي عندك بنفس الطريقة. عندك بقى الصينية الكبيرة كده تحطي عليها برضو القماشة اللي انت مخصصاها للعجين، او ملاية نظيفة هتخصصيها للعجين زي ما تحبي، وتبدأي ان انت تحطي القماشة على الصينية، وتنقلي العيش بقى واحد بواحد كده، كل ما تخبزي واحد تحطيه على القماشة لغاية ما تملي الصينية بتاعتك. طبعا الصينية بتاعتي اصلا اكبر حجم، فخلصت كده وبعدين بحط القماش طبقة تانية وارجع احط عليها الطبقة التانية من العيش بتاعي. زي ما اتفقنا كانوا 55 رغيف. في المرحلة دي هغطيه بقى واسيبه حوالي نص ساعة كده. بعد ربع ساعة هشغل الفرن وهحط فيه الصاج يسخن بدون اي عيش فيه. يعني لازم الصاج ده اللي هيخلي الكماج ده ينتفخ معاكي، الصاج يسخن مثلا 10 دقايق في الفرن بدون ما تضيف فيه اي كماج. بعد كده تيجي تحطيه، بتشد الصاج بس شويه كده لبره، ترص الكماج وتدخليه تاني، يعني الصاج ما يخرجش خالص من الفرن. وتبقى حريصه طبعا علشان ما تتلسعيش، درجه الحراره ما تبقاش اقل من 200. وبتخلي الشبكه كده يعني قرب النص. اول ما بياخد لون معاكي من تحت وبينتفخ بالشكل ده بتطلعيه فوق ياخد لون من الشوايه، لانك انتي بتشغلي من فوق ومن تحت الاتنين مع بعض. اول ما بيخرج معاكي برضو انا بخرجه بشيله وهو في الصينيه، بشيله بحاجه كبيره كده وبسيب الصينيه في الفرن ما بتخرجش ابدا طول ما انا بسوي. ده اللي بيخليه ينجح معايا. زي ما احنا شايفين بخرجها بس كده ناحيه الباب، اخد واحط فيها وهي في مكانها في قلب الفرن. اللي بخرج بحط عليه شويه كده ببخاخ الميه، وببدأ ان انا اغطيه علشان لو عايزاه طري. انا جبت قماشه بقى النظيفه بتاعتي البيضه دي وحطيت عليها العيش، وكل اللي كان بيخرج كنت بديله رشه كده بالبخاخ واسيبه كده على جنب لما يبرد. بعد كده تبدأي بقى ترصيه او تعبيه في الاكياس او تشوفي انت هتعملي فيه ايه. بألف هنا وعافيه ان شاء الله مقدما. شايفين ما شاء الله تبارك الله، ولا رغيف او ولا واحده الا ما كانت منتفخه وواخده الشكل واللون الاحمر الجميل ده. هكمل كل الكمية. تقريبا الصاج معايا بياخد 11 واحدة، لان هو مش حجمه، انا ما عملتش الحجم الكبير يعني، فالحجم بتاعه متوسط كده. فالصاج ما شاء الله اصلا قد الفرن زي ما احنا شايفين، بياخد معايا 11 قطعة بالظبط. خلصت الكمية بتاعتي ما شاء الله تبارك الله، كانوا 55 رغيف، يعني من كيلو ونص دقيق ما شاء الله. يعني كمية وفيرة جدا جدا، خلصتها في وقت بسيط، ما حسيتش بتعب خالص وانا شغالة فيه. الموضوع كله ما خدش ساعتين من عجين وخبيز. وبعد كده بدأت ان انا اجيب اكياس واحط مثلا كل 10 في كيس، وتربطي الكيس كويس وتحطيه في الفريزر، وتقبل يعني الاكل بوقت تخرجيه. ولو عندك ميكرويف بقى، يعني انا بحطه تقريبا 35 ثانية بيطلع ما شاء الله سخن كأنه انتي لسه عاملاه طازة دلوقتي حالا. شايفين لونه وحماره وجماله. يعني اهم اسباب يعني ان هو ينتفخ معاكي وينجح معاكي، ما تكتريش السمنه بتاعته قوي. الصاج بتاعك يبقى سخن، ما تخرجيش الصاج من الفرن، درجه الحراره تبقى عاليه، تديله حقه في الخميرة بدون ما تسيبيه يخمر الخمر الكامل سواء عجين او متقطع. لا يعني هنخلي الخميرة بتاعته كده على مراحل زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو. لو عملتي بقى كل الخطوات دي هيبقى معاكي بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. لكن ما بتعجنش بمية خالص، يعني هو لازم يكون فيه لبن او لبن رايب او لبن حليب او شرش لبن او لبن قاطع، المهم ان هو ما ينفعش يكون بمية. واللي وصل هنا معايا ياريت يدعمني باللايك. الفيديو بتاعنا خلص، لكن وصفاتنا لسه ما انتهتش. اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة وفيديو جديد وفكرة جديدة، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.